السلام عليكم. في الوقت اللي تم القبض على الجماعة صح أصحاب الترند بتاع صلى على النبي واللي كانوا بينشروه في الشوارع واليوفط والكلام ده، وتم القبض عليهم بحجة إن الكلام ده مخالف للتعليمات ومخالف يعني القانون والكلام ده كله. وأخوه يعني اتكلم، أو أخو واحد فيهم اتكلم وقال إن تهمتهم إن هم حطوا الحاجات دي في الشوارع، وده زي ما قلنا مخالف للقانون وإيه، وبيعاقب عليه القانون، والمفروض ان هم يدفعوا ايه، غرامات. وحاليا احنا مستنيين نشوف ايه اللي هيتم معاهم. في الوقت ده يجي علينا الخرتيت اللي انتم شايفينه قدامكم ده وينزل اغنية، يعني على ايه، زي اغنية يا نبي سلام عليك، ولكن هنا فيها اساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم فيها وبيشتم النبي صلى الله عليه وسلم وبيسب النبي صلى الله عليه وسلم. والبيه لما الناس انتقدته وفي ناس عملت بلاغات وفي ناس دخلت شتمته وفي ناس دخلت اهانته، طلع يقول لك يعني انا ايه، مش هاممني الشتيمه ولا هاممني الكلام ده كله. والكلام ده كان في فيديو هو بيتكلم فيه، قال انا مش هبطل اللي بعمله الا لما تلغوا قانون ازدراء الاديان. طيب انت عايزنا نلغي قانون ازدراء الاديان ازاي وانت اصلا بتزدري الاديان؟ انت اصلا بتزدري النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبتولع في المسلمين كلهم، وبتشغل فيهم كده الايه، يعني الغيره والحنق عليك او الضيق منك، ان هم يبقوا عايزين، يعني اقول لك ايه، مش يعني انا مش عارف اقول لك يعملوا فيك ايه بالظبط. ولكن انت بتسب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تقول اصل انا حر وعايزيني اسكت، الغوا قانون ازدراء الاديان. انت يعني عايز ايه، التلحوده اللي زيك يطلعوا من السجن عشان يسبوا الاديان او يسبوا الاسلام على وجه الخصوص؟ هو ده نهجكم يا ملاحده بتوع العرب؟ يعني انا والله العظيم اقسم بالله دي حصلت معايا انا شخصيا. انا قعدت مع واحد ما بيؤمنش بربنا سبحانه وتعالى تماما، ماشي، وهو بالمناسبه تقريبا روسي. قعدت معاه وبيتكلم، فقال لي انت عندك مشكله معايا ان انا مش بامن باي حاجه. باللفظ كده قال لي ايه، I believe my mother but I don't believe God. يعني انا واثق في امي بس مش مقتنع بحاجه اسمها ربنا. يعني you have a problem، عندك مشكله؟ قلت له لا طبعا ما عنديش مشكله، ده انت حر، ما دام انت ما اذيتنيش، ما دام انت ما جيتش عليا، ما دام انت ما ثبتش ديني، خلاص انت حر، انت اللي في النهايه هتتحاسب وانا زيك هتحاسب، وكل واحد في الاخره هيعرف مين اللي على حق ومين اللي على باطل. فدول يعني دول ملاحده الغرب، دول ملاحده الاجانب، دول الكفار بتاع الاجانب. كل واحد فيهم بيت ايه، يعني شغال بيشوف شغله بيشوف حياته بيشوف هيعمل ايه وبيشوف دنيته، ملوش دعوه بقى لا باسلام ولا بكفار ولا مش عارف بدين ايه، ولا فلان قال ولا فلان عاد. الناس مركزه باهدافها ومركزه هي عايزه ايه ومركزه مستقبلها تجيبه ازاي. انما للاسف يعني الملحدين العرب بيركزوا على حاجه واحده بس، وهي هدم الاسلام وهدم الدين. زي ما طلع علينا بتاع الاغنيه دي كده ويقول لك ايه، واضح ان هجومكم عليا ده بسبب ان انتوا خايفين وقلقانين. لا يا حبيبي، احنا مش خايفين ولا قلقانين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احنا مأمورين بان احنا لو حد اتكلم في حقه نرد عنه. سيدنا عمر بن الخطاب زمان لما واحد بس حب يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، وبالمناسبة يعني كان من الأعراب، يعني سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أو يا رسول الله اتركني أضرب عنقه، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له لا بلاش، وكان ده سبب اسلام الراجل. ولكن هو ده احنا المسلمين، ده دورنا حضرتك ان احنا نحمي ديننا كقرآن ونحمي نبينا كسيرة، ماشي. زي ان انت بتشتم واحد مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مات من حوالي 1400 سنة، فانت بتشتمه ليه، تغلط فيه ليه؟ ماشي. هو انت ما يعني انا نفسي اعرف، يعني انتوا كملاحدة بتشتموا وبتقولوا والاسلام هو اللي دمر، والاسلام هو اللي هدم مش عارفه الدنيا، والاسلام هو اللي ضيع حريه المراه. طيب انتوا النهارده ايه انجازاتكم كملاحده؟ يعني ايه انجازات؟ هات لي انجاز لواحد تلحوده عربي، ماشي، انا مش عارف، ما بتكلمش على الغرب. هات لي انجاز لواحد فيكم من العرب التلاحده عمل حاجه، مفيش. كل اللي بيعمله في حياته ان هو بيقعد يشتم في الاسلام والمسلمين بس، هو مش فاهم غير كده، لكن ما فيش انجاز. يعني انت يا راجل شايف ان الاسلام دمر الدنيا وهدم الدنيا وخلى الدنيا وحشه وما خلاش فيه نظام عالمي والكلام الفارغ ده كله،
ورينا انجازاتك على الاقل يا اخي. حتى لما تيجي تتكلم، يعني لما يجي ضعاف النفوس يتكلموا يقول لك اه والله ده احنا مقتنعين يا عم، ده شوف انجازاته يا عم. انما ما يبقاش واحد فيكم اقصى احلامه ان هو ينشر شغل الشواذليه ويشتم في الانبياء. هو ده اقصى طموحاتكم، اقصى احلامكم، انتوا عايشين عشان تعملوا كده فقط. فلا، لازم احنا ما نسكتش، ما ينفعش نسكت، ماشي، لان احنا هنتحاسب على كده لو سكتنا. وده مش ضعف، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم في رب حميه من فوق 7 سماوات لما كان حي، وحاليا في 2 مليار مسلم دورهم ان هم يزيدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل بالعكس، يعني شوفوا انتوا عمالين تشتموا وتسبوا الاسلام، تسبوا المسلمين، تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا وتسووا، ومع ذلك الغرب الكافر اللي بيقول عليه الغرب الكافر هو اللي بيدافع عن الإسلام وبيدافع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اللي بينسف الأكاذيب بتاعت إن سبب الحروب في العالم كله كانت بسبب المسلمين، وإن المسلمين سفاحين، وإن المسلمين بيخشوا يذبحوا، والكلام ده كله. أثبت كل الغرب نفسهم اللي أثبتوا الكلام ده، قال لك الكلام ده ما حصلش. أغلب اللي عمل كده أصحاب ديانات تانية أو أصحاب مناهج تانية. فيا الحودة يعني اشتم، ما عندناش مشكلة. هو عند الله تجتمع الخصوم، ولكن ما تنتظرش مننا ان احنا لما انت تشتم ماشي ان احنا هنسكت لك. ما هو الكل فعل رد فعل، فاقل واجب يعني ان انا اهينك. يعني انا مش هقول لك حاجة تاني، ان انا اهينك. ماشي، انت بقى متحامي ان انت قاعد في كندا، وخد بالك في ناس جابت عنوانك، يعني قاعد في كندا ومحمي يعني بالحرية والكلام ده كله. يا باشا عيش، ماشي. ما هو ده منطق الجبناء. انت لو راجل هتبقى يعني، بس ما اعتقدش، يعني انا اعتقد ان في مسلمين برضو هيبقوا في كندا لو شافوك يعني هيعملوا معاك الجلاشة. ده انا كنت عايز اقوله بس ايه للناس يا جماعة، ان المنطق غلط. يعني ايه اللي بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم لازم احنا ندافع ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الناحية التانية اللي بيقول يا جماعة صلى على النبي، لو في مثلا عليه غرامة او حاجة قانونية، ماشي يا عم يعملها، ما عندناش مشكلة. احنا برضو لازم نحترم القانون، ولكن ما توصلش للحبس. الناس بتطلع ترقص وبتطلع تعمل وبتطلع تتقصع ومحدش بيقرب لها ولا بيجي جنبها. فالأولى ان احنا كدولة مسلمة، ان لما حد يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يسب دين المسلمين ماشي ويهينه، ان الدولة كلها تقف وتنتفض كدولة مسلمة ضد البني ادم ده. واخيرا كلمة لمشايخ الترندات ومشايخ الفتة، لما كانت بتحصل حاجات تانية عبيطة وترندات كنت بتركبوا وتطلعوا كل واحد يدلي بدلوه. انما لما النبي صلى الله عليه وسلم اتسب في اغنية ما سمعناش منكم غير صوت صرصور الحقل. وده بيثبت ان انتوا مجرد زي ما انا كنت بقول شيوخ ترندات، ما بتعملوش كده غير عشان لقمة العيش. اتمنى ان الفيديو ده ينتشر، واتمنى الناس تشيره، واتمنى يعني يكون الفيديو مفيد ليكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت والشير، واشوفكم على خير. سلام.